الهضم والبكتيريا النافعة دول السر الخفي في معدل الحرق. في ناس بتاكل قليل وبتلتزم وبرضه الوزن واقف، وناس تانية بتاكل أكتر وحرقها شغال. عمرك سألت نفسك هي المشكلة دايما في الأكل، ولا ممكن تكون في الهضم وحاجات تانية جوه جسمك أنت مش شايفها؟ النهاردة هنتكلم عن حاجة ناس كتير مش واخدة بالها منها، بس ممكن تكون الفارق ما بين جسم بيحرق وجسم بيخزن، ألا وهي الهضم والبكتيريا النافعة. أولاً، يعني إيه هضم أصلاً؟ أغلب الناس فاكرة إن الهضم يعني أكل داخل وأكل خارج، وده تبسيط مخل. الهضم الحقيقي مش مجرد معدة بتستقبل أكل وتودعه. الهضم هو رحلة كاملة جوه جسمك، إزاي الأكل بيتفك ويتحول لطاقة أو يتحول لمخزون. الجسم في مرحلة الهضم بيقرر يستفيد من الأكل قد إيه، ويستغله إزاي، وإمتى يشبع، وإمتى يخزن. عشان كده مش كل اللي بتاكله جسمك بيستفيد منه بنفس الطريقة، ونفس الأكلة ممكن تبقى طاقة لشخص وتغذية لشخص تاني، ومجهود ضايع لشخص تاني. ثانيا، مين البكتيريا النافعة وحكايتها إيه؟ جوه أمعائك عايش عالم كامل، تريليونات من البكتيريا. أنت سمعت صح، تريليونات. منهم اللي بيشتغل لصالحك، ومنهم اللي لو سبته يكبر ويشتغل ضدك. البكتيريا النافعة مش دورها بس تفك الأكل، ده لعيب أساسي في اللي بيحصل بعد كده. بتأثر على امتصاص الغذاء، بتنظم إحساسك بالجوع والشبع، وبتتحكم في مستوى الالتهابات في الجسم، وكمان ليها دور مباشر في معدل الحرق. يعني الموضوع مش مجرد أكل وحرق، أنت مش لوحدك اللي بتاخد القرار، ده في كائنات جواك بتشارك في قرار نحرق ولا نخزن. خد بقى معلومة مهمة جدا، الانتفاخ والغازات مش مشكلة بسيطة، دول إنذار إن الهضم مش شغال صح، وإن توازن البكتيريا النافعة اتلخبط. الجسم ما بينتفخش من فراغ، وما بيطلعش غازات لمجرد الصدفة، ده نتيجة خلل بيحصل جوه. ولو الخلل ده اتساب، الحرق هيهدى والتخزين هيعلى. يعني اللي بتفتكره عرض بسيط ممكن يكون سبب أساسي إن جسمك ما بيحرقش. ثالثاً، علاقة الهضم والحرق. رقم 1، الهضم الضعيف بيبوظ الحرق. لما الهضم بيبقى تعبان، امتصاص العناصر بيقل، والجسم ما يحسش بالشبع، والالتهابات في الجسم تعلى، وساعتها الحرق بيهدى لأن الجسم بيحب يحافظ. نمرة 2، بكتيريا نافعة بتساوي حرق أعلى. البكتيريا النافعة بتساعد الجسم يحس بالشبع في وقت مناسب، وتقلل التخزين، وتحسن استجابة الجسم للأكل. عشان كده لو في شخصين بياخدوا نفس الأكل، واحد بيحرق والتاني بيخزن. نمرة 3، الهضم والجوع الكذاب. مرات كتير اللي بنسميه جوع بيبقى لخبطة هضم، مش احتياج لطاقة. عشان كده في ناس بتاكل وبرضه بتحس بالجوع. رابعاً، ايه اللي بيدمر البكتيريا النافعة؟ في حاجات يومية بتضرب الهضم من غير ما نحس، زي أكل سريع كتير، سكريات عالية، توتر مستمر، قلة نوم، وكمان المضادات الحيوية من غير داعي. الخلاصة، لو عايز حرقك يتحسن، اشتغل على الهضم مش على السعرات وبس. كل على مهلك، سيب وقت ما بين الوجبة والتانية من 5 ل6 ساعات، نوع في الأكل، دخل أكلات بتدعم البكتيريا النافعة زي اللبن الرايب والخماير. نام كويس، حاول على قد ما تقدر تكون هادي. قولي في التعليقات بتحس عندك بإيه؟ انتفاخ، تقلة، جوع سريع بعد الأكل، ولا حاسس إن أكلك مظبوط بس جسمك مش بيتعاون؟ اكتب لي أكتر عرض حاسس بيه وأنا هجاوبك في التعليقات.